ايوه. ازاي ابوك 500؟ مات من الجوع. مات من الجوع تقوم تعيش في البذخ والفشخره اللي انت فيها دي؟ يا ولا البلد في تقشف يا ولا. زي ما في ناس تحت جوي في ناس فوق جوي، فكل الموضوع ان انا عايز اعمل عمليه توازن، اللي هو ان احنا ناخد جزء بسيط جدا من الراجل اللي هو فوق ونديد الراجل اللي تحت. تمام؟ بمعنى الراجل اللي فوق معاه رزمه زي دي، حلو؟ معاه رزمه زي دي. ايه المشكله ان احنا لو سحبنا كده ما تاثروش، هنسحب رزمه زي كده ونديها للراجل اللي تحت. الراجل اللي فوق ما تاثرش، بس اللي حصل ان الراجل اللي تحت قام شويه، والراجل اللي فوق ده اكيد ربنا هيبارك له. ليه؟ لانه طلع وساعد وادى الراجل اللي تحت. ده عنده مترتر، ده مترتر، عنده مترتر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو كل حد فينا جنبيه واحد جاره، واحد قريبه، ابن عمك، اخوك، ما مش معقول يبقى انت راجل عندك ملايين ومستفها وعندك بسم الله ما شاء الله يعني من خيرات الله، وعندك اخوك مش لاقي ياكل، او عندك ابن عمك مش لاقي ياكل. ايه الفكره او ايه المشكله انك تاخد جزء من اللي عندك وتديه للراجل، تديه لاخوك او تديه لابن عمك او دي الفكره. محقق بقى فلوسك وانت حر فيها، احنا مش جايين نحاسبك، بس كل ما في الموضوع بنقول نحس ببعض، نحس بالغلبان باي طريقه. تخيلوا لو كل واحد عملها ببلده، تخيلوا لو احنا عملنا حصر لكل الاغنياء اللي في البلد، تخيلوا لو الموضوع ده اتعمل على مستوى الجمهوريه، ان كل قريه تشيل نفسها. الناس عمرها ما كانت مبسوطه. لا بس انت كنت مسافر ولا حاجه. اللي في قريه واتجمعوا بقى كده وبداوا يطلعوا جزء من اللي عندهم وادوه للفقراء، ربنا هيبارك لك وهتعلى اكتر واكتر لانك ساعدت اخوك. ما هو ده اخوك، ان احنا نساعد بعض واللي عنده يدي اللي ما عندوش. ده انت باين عليك عبيط. اللي موافقني الفكره ديات ممكن يرد عليا في التعليقات ويقول ان هو معايا في الفكره دياتي، وممكن نشوف طريقه ننفذ بيها الفكره يعني. ماشي، طب روح لف على الناس في البيوت وجمع منهم الفلوس. نهاركم سعيد.